السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم صوفيا. اليوم إن شاء الله غنحضر الكيك الرولي بحبات الكيوي. طريقة مبسطة وسهلة. إليكم المقادير وطريقة التحضير. ولتحضير عجينة الكيك الرولي غنحتاجو لأربع بيضات متوسطة الحجم بحرارة المطبخ، 170 غرام سكر سميد الرطب أو السنيدة رقيقة، أو ما يعادل كأس شاي مملوء، أو ما يعادل 16 ملعقة طعام، 90 غرام دقيق أبيض، أو ما يعادل كأس شاي إلا ربع، أو ما يعادل 11 ملعقة طعام، 50 غرام نشا، أو ما يعادل نصف كأس شاي، أو ما يعادل 7 ملاعق طعام، ربع كأس شاي ماء، أو ما يعادل 60 مليلتر، أو ما يعادل 7 ملاعق طعام، 20 غرام بودرة الكاكاو، أو ما يعادل ملعقتي طعام، قطرات من عصير الحامض أو الليمون. وأحتاج أيضا لخمس حبات الكيوي منزوعة القشرة. وأحتاج أيضا للخفاق الكهربائي، وأحتاج أيضا لصينية الفرن مستطيلة الحجم 36 على 26 مغطاة بورق الزبدة. في البداية سأفصل بياض البيض عن صفار البيض، وبواسطة الخفاق الكهربائي سأخفق بياض البيض مع إضافة قطرات من عصير الحامض، وإضافة 120 غرام من السكر، مع الاحتفاظ ب50 غرام لأصفار البيض، إلى أن أحصل على خليط كثيف وأبيض اللون، إلى أن أحصل على خليط بهذا الشكل. وفي الإناء الآخر أخفق بالخفاق اليدوي أصفار البيض مع إضافة ما تبقى من السكر، ثم أضيف الماء بشكل تدريجي مع التحريك، إلى أن نحصل على خليط بهذا الشكل. ثم أمزج خليط بياض البيض
بصفار البيض. بشكل تدريجي تنضيف بياض البيض المخفوق، إلى أن أحصل على خليط بهذا القوام. ثم تنظيف الدقيق والنشا وبودرة الكاكاو إلى أن أحصل على خليط بهذا القوام. نفرغ الخليط في صينية الفرن، وتندخل الصينية للفرن متوسط الحرارة لمدة 15 دقيقة. ولتحضير الكريمة غنحتاجو 550 ملل حليب أو ما يعادل 3 كؤوس شاي مملوءة، أو ما يعادل 52 ملعقة طعام، ملعقتي طعام سكر سميد الرطب أو السنيدة رقيقة، ملعقتي طعام دقيق أبيض، وملعقتي طعام نشا، قشور حامضة، وملعقة طعام زبدة. كسرولة وعلى نار متوسطة سنضع الحليب ونضيف له السكر، وأضيف النشا والدقيق وقشور برتقالة. نحرك إلى أن يعقد الخليط. بعد ما تيتعقد الخليط تنضيف له ملعقة زبدة. وبعد مرور 15 دقيقة في الفرن تنخرج الكيك، تنوضع على طاولة العمل اللي ضفقنا ورق الزبدة، نزول الورقة، ثم تنجمع الكيك على شكل رولي بهذا الشكل. تندخل الثلاجة لمدة نصف ساعة. بعد مرور نصف ساعة في الثلاجة تناخذ الكيك، تنفتحو تندهنو الكريمة. بعد ما وزعت الكريمة على الكيك الآن تنصفف حبات الكيوي الجوانب بجانب الكيك، بهذا الشكل. ثم تجمع من جديد الكيك وندخل الثلاجة إلى أن يبرد. وبعد ما برد الكيك الرولي بحبات الكيوي
تنقسمه إلى دوائر. ممكن تحضير العجينة بعجينة الجينواز، وممكن أيضا تعويض حبات الكيوي بحبات المندرين أو يوسفي. نتمنى تجربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم. مع السلامة.